حبيبتي جهزتي له الغدا ولا لسه؟ قالت ليه بس يا حبيبتي؟ انا بقول لك جهزت الغدا ولا لا؟ غدا ايه يا راجل؟ حرام عليك، شايفني قاعدة اعيط من كتر الحر في المطبخ، وانت لا شغال لي تكييف ولا مركب لي حتى شفاط. حرام عليك، ده انا السلات يا راجل في المطبخ. بس يا حبيبتي، طيب ما تزعلي نفسك، ان شاء الله اول ما بطول شهر هجيب لك التكييف اللي انت عايزاه يروح. هو انا لسه استنى يا راجل لما تقبض اخر الشهر تسيبني السلق كده في المطبخ من غير شفاط من غير تكييف؟ معلش يا حبيبتي، هاني ده اهو، وان شاء الله هتفرج نجيب لك كل اللي انت عايزاه. اسمع يا اخويا، لما اقول لك انا مش هصبر لحد اخر الشهر، لازم تجيب اكل دليفري، تطلب دليفري وتاكل فيه لحد اخر الشهر. انا ما اقدرش يا اخويا، مفيش حيل اقف في الحر ده واعمل لك اكل. انت لازم تعمل اللي بقول لك عليه. يا عيني عليك يا لوزة على حظك المنيل. يا عيني عليك يا لوزة حظك المنيل. جوزك مش مستعمل بيك يا لوزة، ولا عامل لك كل اللي انت عايزاه يا لوزة. بس يا ست هاني، انت اللي بيلعب عاملها ملاحه، قلت له كل اللي انت عايز اعمله لك وما تزعليش نفسك، ما كانش غدا ده اللي جايبه لي، ما كانش غدا ده اللي هناكله. اطلع يا راجل من المطبخ، ما تضايقنيش عشان انا متضايقة لوحدي. خلاص بقى انا طالع يا ستي، ستي النكد كله. وبعد يا اخويا تشكر، بعد العمر ده كله ما تقولوش النكد، عشان كل ده طلبت منك حتة تكييف وحتة شفاط عشان مش قادر اقف في المطبخ من الحر. متزعليش نفسك يا قمر، انت كل طلباتك مجابة ان شاء الله، بكرة توصل عندك كل حاجة. هو انت اللي دخلك هنا المطبخ؟ حد قال لك خش المطبخ بالطريقة دي؟ محدش طلب منك حاجة يا حضرتك. وبعدين يعني ما لميتش نفسك واحترمت نفسك معايا، وعرفت ان انت بتكلم مين؟ انا مرات اخوك، مش واحدة من الشارع. ولو قلت لاخوك مش هيقعدك ولا دقيقة معانا. هو انا ايه اللي عملته غلطت فيه يعني؟ اخويا مش مقدرك، واخويا مش عارف قيمتك، ومش عايز يجيب لك كل طلباتك اللي انت عايزاها، طلباتك البسيطة. انا اجيب لك احسن منها واحلى منها، بس انت يعني قمر خسارة في اخويا، عشان كده انا اللي استهلك واقدرك. هو انت اتجننت في عقلك ولا ايه؟ وبعدين ابعد عني، تقعد جنبي ليه كده؟ انا ما بطلتش الحركات القذرة دي. انا اقول لاخوك، واخوك ساعتها يطردك من الشقة ما يقعدكش معانا. لا خلاص، انا بعدت اهو، انا كان قصدي خير يعني. خير ايه وبتاع ايه؟ انت تعرف عنه خير حاجة؟ انت قصدك حركات قذرة بتعملها معايا، طريقتك قذرة وعملتك قذرة معايا. هو ما يصحش كده يعني ان انا مرات اخوك، ما يصحش تكلمني بالطريقة دي. تحترم نفسك عشان ده انا مرات اخوك، وعشان خاطر اخوك كمان اللي معيشك في الشقة معانا. انا مش قصدي حاجة يعني، وبعدين انا طالع من المطبخ اهو خلاص. يا ترى اقول لجوزي ولا اعمل ايه انا بالظبط؟ على اخوه اللي على طول عرفني في عيشتي في الشقة كده، عمال يتقرب مني ويقول لي كلام مينفعش يقولهولي، ان انا مرات اخوه، واقول له عيب كده ما يصحش. برضه الموضوع هو كل ما يروح يزيد. يا ترى اقول لجوزي يمسك فيه ولا ما اقولوش عشان ما يخسرش اخوه؟ ده مهما كان اخوه الوحيد برضه. يا ريت تحطوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت يعجبكم فيديوهاتنا عشان يوصل لكم كل جديد. انا عندي فكرة، بدل ما اقول له واخليه يخسر اخوه ابقى السبب واشيل ذنبه، انا كل ما اكلمه بقرف ومش مديه ريح حلو، عمره ما يقرب مني تاني، عمره ما يفكر ان انا منهم يعني. وساعتها هيحترم نفسه، يقول لي يا دايب ده مرات اخوك ما ينفعش كده. قال ايه يا حبيبتي؟ مالك كده زعلانه؟ انت لسه ما خلصتش الاكل برضه؟ وبعدين يا حبيبتي زي ما قلت لك ان شاء الله هتفرج وتجيب كل اللي انت عايزاه. لا يهمك يا حبيبي، طول ما اعمل الاكل ليك عمر ما هحس بالحر، ان انا بحس براحه انا بعمل لك الاكل. مفيش تعب يا حبيبي من ناحيتك خالص، متشغلش بالك انت. جهزت الاكل ولا لا يا ست الكل؟ ايوه مرات اخويا جهزت لنا الاكل ولا لسه؟ ده ايوه اجيبهولكم. كويس ان انت عرفت ان انا مرات اخوك وانا قطعتها يعني. مالك يا صوص يا حبيبتي؟ في حاجه ولا ايه؟ هو اخويا خالد زعل في حاجه ولا ايه؟ لا يا حبيبي مفيش حاجه، ده انا بهزر يعني، ده زي اخويا يعني، عمره ما يحصل منه حاجه يعني. وبعدين يعني ده طول عمره بيحترمك، انت اخوه الكبير.
هو في حاجه يا خالد ولا ايه؟ استاذ مش عايز تقول ايه؟ انت في حاجه ولا ايه؟ انا يا اخويا، لا مفيش حاجه، مفيش حاجه حصلت ابدا. وبعدين يعني مراتك محتبرها زي اختي يعني. قول يا اخويا ربنا يكملك معاك يهديك يا حبيبي، وارزقك بالزوجه الصالحه ان شاء الله. اللهم امين يا اخويا.